هنتكلم النهاردة عن الست العذراء، وعظة واحدة مش ممكن يكون صومها وما نتكلمش عليها ولو موضوع واحد عن الست العذراء مريم. نتعلم ايه من الست العذراء مريم من خلال 4 مواقف يعتبروا 4 دروس لينا كلنا. الدرس الأولاني هنسميه ايه؟ هقول آية وبعد نطلع موقف. هقول آية ونطلع موقف. الآية دي إن بعد ما الملاك اتكلم مع الست العذراء مريم وقال لها على البشارة إنها تحبل بعمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. شوفوا الآية اللي بعديها إيه بعد ما قالت ليكن لي كقولك. شوفوا الآية اللي بعديها قالت إيه. قامت وذهبت بسرعة. قامت وذهبت لمين؟ لإليصابات، لأنه هو نسيبتك، يعني هي سبقاكي في الحمل ب6 أشهر. فراحت قامت وذهبت بسرعة. قامت وذهبت ايه؟ يعني ما أجلتش. متهيألي ده كويس، ده كويس كده، ممتاز. طيب نتعلم ايه من الموقف الاولاني؟ موقف ليه علاقه بالحياه الروحيه وثمره من الثمار بتاع الموجود الروح القدس في حياه اي انسان مسيحي. بس انا هقول لفظ بسيط قوي نفهمه انا وانتو. هتكلم على فضيله اسمها فضيله الشهامه. اسمها ايه؟ الشهامه. يعني ايه الشهامه؟ بيبقى في موقف واحد وفي 4 5 ليهم ردود أفعال مختلفة على الموقف اللي احنا سمعناه دلوقتي. سمعنا ان في حد وقع في مشكلة خطيرة، واحد فعل مشكلة، فتلاقي ردود الأفعال ازاي؟ يقول ياه حبيبي مش ناقص، مصمص شفايفه 3 مرات وقال حبيبي مش ناقص. طب نعمل ايه؟ خلاص يعني هنعمل ايه يعني؟ ربنا يرد له بحاجه، احنا مالنا يعني. وفي ناس ممكن يكون رد فعل لا يا جماعه طب ما نفكر نعمل حاجه، طب هنعمل ايه وهنعمل ايه. وفي واحد زي الست العذراء مريم قامت وذهبت بسرعه. ردود الافعال دي بتفترق من انسان لانسان. في حتى في الخدمة خادم برتبة موظف وخادم برتبة قلب ناري. الست العذراء مريم كانت شخصية هادية جدا ووديعة جدا وفي الوقت نفسه قلبها ناري. أخد شوية أمثلة من الكتاب المقدس. في الكتاب المقدس كان في واحد اسمه طوبيا، ده من الأسفار اللي حذفها أخواتنا البروتستانت. سفر طوبيا دوت بيتقري في الجمعة اللي قبل الجمعة ختام الصوم بالكامل في رفع بخور باكر لو تفتكروا. قصة طوبيا دي فيها حتة مهمة قوي. هو كان في السبي. يعني إيه كان في السبي؟ يعني كان في الأسر، كان متاخد في دولة مادي وفارس أو الدولة البابلية يعني. المهم وهو في الأسر سمع ان في كان عامل عزومه كبيره وعامل وليمه، وسمع ان في مجموعه من اليهود اتذبحوا واترموا في الشوارع، وطبقا لامر الملك اي حد هيقوم يدفن اليهود دول عرضه ان هو نفسه يتقبض عليه ايه ويتذبح. فاول ما سمع كده قام في وسط العزومه وشق ثيابه، قطع هدومه وقال معقولة أنا أقعد هنا بيتي يبقى فيه عزومة ولحمي؟ على فكرة لحمه ده ما كانش أخواته ولا أخوات مراته، ده كان الشعب. إزاي أقعد وابلع لقمة في بقي وفي إنسان تاني مجروح بره؟ ساب كل العزومة وخرج يلم الجثث وابتدى يدفنهم وبيعرض نفسه للخطورة. اهو ده النوع بتاع الست العذراء مريم. قامت وذهبت بسرعة. قامت وذهبت بسرعة. اوقات كتيرة قوي الناس ابتدت تبقى معزولة عن بعض. على فكرة اللي شاف مصر في الستينات
غير طبعا دلوقتي، انا بتكلم على 60-70 سنة حصل تغير اجتماعي. كان الجرح اللي في شقة يبقى جرح العمارة كله. يعني مثلا افتكر ان كان في واحد في الدور الرابع في العمارة عندنا توفى. كل اللي فاكره ان امي منعتنا احنا في البيت عشان احنا في الدور الارضي، فاللي طالع واللي نازل هيسوق في الشراعة، والتلفزيون كان في الصالة، فكان ممنوع التلفزيون يتفتح علشان في ناس مجروح، فازاي احنا نتفرج على التلفزيون والناس مجروحة. عايز اقول حاجة، هو الكلام ده موجود دلوقتي؟ مش موجود دلوقتي خالص. كل واحد انعزل، كل واحد انحصر في نفسه، وبقت مشكلتك مش مشكلتي، ما انا مش ناقص، ما انا عندي اللي شايله فوق دماغي، فانا مش ناقص اشيل هم. يعني بقى كل واحد يقول ايه؟ يلا نفسي. لكن الست العذراء مريم ما كانتش دي فكرتها. فكرتها ان انا اقوم واذهب بسرعة. مين ده اللي بيقدر؟ بقت قصص. عارفين يعني ايه قصص؟ زي ألف ليلة وليلة كده، نسمع قصص يا سلام يا سلام وبس. يعني في قصة كلكم عارفينها بتاعت قدس أبونا بشوي كامل والراجل المنجد اللي كان عنده عربية بين فيها المخدات واللحفة، والعربية بتاعته بايظة ومش شغالة، فخبط على أبونا بشوي كامل، معرفش اسمه أحمد اسمه حسن يعني، وخبط عليه وراح قال له يا قدس أبونا، أو قال له يا أبونا أنا العربية بتاعتي بايظة وأنت العربية بتاعتك ولادك كتير في اسكندرية، ممكن تلاقي اللي يوصلك، بس أنا ما لاقيش حد اللي يوصلني، عاوز عربيتك. تصوروا واحد جاي بيخبط عليه ويقول عاوز عربيتك، ده إيه ده؟ طبعا أنا هقول إيه؟ أو إحنا بالمجتمع بتاعنا نقول إيه؟ إيه اللي لا إيه قلة الذوق دي؟ إيه اللي مش عارف ده؟ ما حدش قال له ده إلا العربية، ده العربية دي حاجة خاصة جدا يعني، وبعدين هينفعني لو عمل بيه حادثة، وبعدين طبعا لو انا قلت مراتي هتعمل ايه؟ مش هتوافقني، يعني الموضوع هيبقى صعب قوي. ابونا دخل جاب له الرخصه والمفتاح، لانه هو حط في قلبه ان هو محتاجها اكتر مني انا، فطلع المفتاح والرخصه وسلمها للمنجد. ايه ده؟ في ناس بتطبق الوصيه، وفي ناس تسمع الوصيه، وفي مصمص شفايفها وما تعملش غير مصمصة الشفايف في الوصية. يا ترى أنا أي واحد؟ الست العذراء سمعت وقامت بسرعة، قامت تعمل اللي المفروض تعمله. طب ده أنت أم الله، ده أنت المفروض الكروبيم والسرافيم بيضللوا عليكي من أجل الكلمة المتجسد في أحشائك، ده أنت اللي تتخدمي. لأ، أنا ما أقدرش أحس إن في حد محتاج وأبخل. فكرة الشهامة هي أحد ثمار فضيلة المحبة، بس إحنا الحاجات دي ابتدت تجف وابتدت تقل، والناس بقت قافلة على نفسها، والدنيا بتتغير للأسف مش للأفضل على مستوى الوصية، ممكن يكون للأسف. فكرة الشهامة حكاية تانية احكيها لكم على بالظبط زي المنجد اللي اخذ المفتاح على فكرة هو ما رجعهاش في 3-4 ايام، هو قال له 3-4 ايام، خدت معاه فترة يمكن اسبوع 10 ايام بعد ما رجعها. وتصوني انجيل كل ما تقول لابونا وتقول له يا ابونا العربية مردومة قطن، يقول لها هو محتاجها اكتر مني انا. مين فينا بيفكر الفكر ده دلوقتي؟ بعيد قوي عننا الكلام ده. مين يدي اللي عنده اللي في بيته بتاعه لواحد يحس انه محتاج اكتر منه؟ انا هدي لك $100 واتصرف انت، وما دام اديتك $100 ده انا شايف نفسي ايه بقى يعني، ياما هنا ياما هناك من قديس العطاء، يعني الانبا برقام وبعدين انا، ما انا اديتك $100 اهو افك ازمتك، لكن اديك عربيتي انت بتقول ايه؟ هلاقي 100 سبب ان انا ما اديكش العربيه، صدقوني حتى لو انا مش محتاجها. القصه الثانيه حصلت مع ابونا ميخائيل ابراهيم. الشهامه، احنا بنتكلم ايه؟ الشهامه. في يوم من الايام كان في ناس من الصعيد وعاوزين يرجعوا الصعيد،
ويظهر الفلوس معاهم قصرت، فراحوا خبطوا على مين؟ راحوا الاول كنيسه ماري مرقس الشبرا، سالوا على اي حد من الاباء الكهنه. ابونا ميخائيل كان ساكن في نفس الشارع، قالوا له ابونا في بيته. راح خبطوا على ابونا، قالوا له احنا من الصعيد 3 رجاله ومعناش فلوس نرجع بلدنا، وقالوا لنا ان قدسك في المكان هنا. على فكره ساعتها التذكره للمنيا كانت ب60 قرش، التذكره للمنيا ب60 قرش، ولو معاهم 10 صاغ كمان كل واحد ياخد له 4 سميطات. السميطه كانت ب3 تعريفه وبيضه ب3 تعريفه، يعني كل واحد ب10 صاغ هيتغدى لغايه لما دول الرجاله يعني مش هيموتوا، يعني كل واحد معاه 75 قرش. طب جنيه بقى يلا جنيه عشان يشربوا كمان حاجه ساقعه او شاي. ابونا لما دخل فتح الدولاب اللي فيه الفلوس ما لقاش غير ورقه واحده ب10 جنيه. انتوا عارفين الحكايه، لقى ورقه واحده ب10 جنيه. طب ما قالهمش اتفضلوا بس نفك؟ تعالى يا ابراهيم يا ابني انزل تحت وفك لنا ال10 جنيه دي. قال ما دام ما فيش في البيت غير 10 جنيه يبقى ربنا عاوز ال10 جنيه دي تروح لهم. راح مطلع ال10 جنيه واداها لهم. نفس الفكره، اقوم واذهب بسرعه، ما بنفكرش، احنا بنعمل الخير وبس. اداهم ال10 جنيه، وال10 دي كانت ساعتها حاجه كبيره قوي قوي. بقول لكم كانوا ممكن ياكلوا ويروحوا المنيا بجنيه الواحد، يعني لو كان اداهم 5 جنيه ده كانت هيصه. اداهم ال10 جنيه بالكامل لمجرد انه ما لقاش فك. طبعا الكلام ده ما عجبش مراته قوي. ام ابراهيم الله ينيحها بتقول له انت عملت ايه يا ابونا؟ قال لها في ناس طلبت حاجه كان ربنا باعتهم، وما دام ربنا باعتهم اديناهم اللي موجود. هي حست، ما هي عارفاه. قالت له ايه اللي موجود؟ قال لها ال10 جنيه اللي كانت في الدولاب. هي طبعا اتخضت وقالت له يعني هنعمل ايه؟ انتوا عارفين الحكايه. قال لها ولا حاجه، اللي في البيت هنطلعه وننقعه، فول، حلبه، ذره، اي حاجه تتنقع وكله هيتاكل. وابنه يقول احنا لاول مره نروح المدرسه بسندوتشات حلبه منبته. كان زمان بتاع الترمس كده يبقى عنده كوز كده اسمه كوز حلبه، مش عارف تفتكروا الكلام ده ولا ما تفتكروش انتوا، ما علينا يعني. فبيقول لك احنا عملنا يحط على الحلبه ليمون وشويه ملح وناكل سندوتش حلبه. بيقول على قد ما كان الموضوع، لكن ده اكتر فتره في حياتنا حسينا بحضور الهي جوه البيت. كنا حاسين ان ربنا بيضلل علينا، وكنا حاسين ان احنا احلى ايام عشناها في حياتنا. 10 ايام لغايه لما ابونا قبض. بس فكره اقوم واذهب بسرعه. اهو الست العذراء مريم بقت بكتني وتبكتكم كلكم. كلنا عاوزين نريح، عاوزين نقعد. ان حد يجي كده هيقعد عندنا 3-4 ايام دي بقت تقيله على قلوبنا قوي. تتعب يعني. انا بتكلم في المطلق، ما بتكلمش على حد. فالقصه كلها قصه اقوم واذهب بسرعه. يا ترى انا لما ربنا بيسمح لي ان انا اعرف خبر بعمل ايه؟ حصلت ازمه مش قادر انساها. لما احنا كنا في الكنيسه عندنا في ماري مرقس، هحكي لكم على الشهامه. والشهامه بتطلع من مين؟ كنا بنشتري ارض في ماري مرقس. ففي الاول الفلو بتاع الفلوس كانت ارض ثمنها 8 مليون وربع، وكان اللي في الكنيسه 1,050,000 جنيه. واحنا ما عندناش البنوك بتسلف الكنايس ده، يعني ما فيش كده. فاحنا لازم نعتمد على التبرعات. فاول 2-3 مليون جم بسهوله. وبعد كده الدنيا ابتدت بعد ما الحنفيه كانت مفتوحه دش بقت سرسوب. وبعد السرسوب بقت تنقط. فابونا مرقس قال نفسه طلع كده وقال هنعمل حاجه يا جماعه، اللي مستغنى عن فوائد البنك لمده سنه يدينا الفلوس اللي عنده في البنك، واحنا نتعهد ان بعد سنه هنرجع، بس احنا عندنا اقساط ولازم ندفعها ومش عارفين نعمل ايه.
فعلا في ناس جابت، بس برضو لازال في ايه؟ ضغط في الفلوس. ففي مرة تانية احنا اعلنا وقلنا في ضغط في الفلوس، ويعني عندنا اقساط وعندنا الشيكات. انا فاكر صدقوني واحدة بسيطة المنظر وبسيطة الحال جت وقالت لي ممكن يا ابونا اعدي عليك في الكنيسة وانت تعدي عليا وتاخدني نروح البوسطة؟ قلت لها ليه؟ قالت لي عشان تحويشة العمر كلها ما استخسرهاش في ربنا. فقلت لها شكلها بسيط، شكلها بسيط. أنا فاكر المشوار ده هي أصرت وأخدتني في البوسطة، في شارع اسمه شارع البوسطة كده نواحي الكوربة، ودخلنا في البوسطة هناك كان كل اللي في حسابها 7500 جنيه أول عن آخر. قالت لي أنا شغالة صبية خياطة، بلفق مش عارف إيه وايه وترفي ايه او تدوس بالمكوى على اللبس بعد، لكن انا ماليش في التفصيل، بس انا مساعده خياط والايد على قدها. فانا قلت لها يا نهار ابيض، طبعا اللي هي بتقوله ده اللي هتدفعه مقابل الملايين المطلوبه مش هيعمل حاجه. فانا قلت لها لا يمكن امد ايدي على اخر مبلغ ليكي، مش ممكن اعمل كده. راحت معيطه قالت لي عشان انا فقيره ما اديش لربنا، عشان انا فقيره ما اديش لربنا. فانا قلت لها طيب هنعمل حاجه. قالت لي هكتب لك ورقه ان بعد سنه تاخدي الفلوس دي تاني زي الناس اللي سلفتنا. قالت ربنا ما يتسلفش، لان النفس اللي بتنفسه انا سلفاه من ربنا. النفس اللي بتنفسه انا سلفاه من ربنا. عاوزني اتقال ان انا سلفت ربنا؟ ده معاش ولا مكان. ايه ده؟ وطلعت 7000 جنيه من 7500، لان انا قصرت ال 500 يفضلوا موجودين عشان الحساب ما يتقفلش. تمر الايام ونشتري الارض ونستلمها، وجي بقى فلوس عشان نبني. طبعا زنقه الفلوس والاقساط خلصت، فبقى نبني في سنه نبني في سنتين مش مشكله، المهم اللي حطينا ايدينا على الارض وخدناها. وادور عليها مش لاقيها، وادور عليها مش لاقيها. في يوم من الايام اقابلها. شوفوا بقى، شوفوا الناس، شوفوا النوعيه، شوفوا النوعيه اللي زي الست العذراء مريم فقامت وذهبت بسرعه. اتفرجوا على اللي جاي. قابلتها مره من المرات، اقول لها انت فين؟ ده انا بدور عليكي. انا كل نيتي ايه؟ ان ارجع الفلوس. قالت لي لا انا بعد اذنك انا بقالي 8 اشهر بصلي في ماري جرجس. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان ما تقابلنيش وترجع لي الفلوس. في كده وربنا بيفرجنا على نماذج. انا بقول لنفسي لازم اختش شويه، لان فعلا يا جماعه ربنا يبقي له في كل عصر شهود. فالقيمة الأولى نتعلمها من الست العذراء مريم إنها قامت وذهبت بسرعة. إيه الشهامة دي؟ إيه العطاء ده؟ إيه الجمال ده؟ صدقوني تكاد تكون بتكتب اسمها بالعافية، بس أنا شفت إيمان وتسليم وثقة إن ربنا هو اللي بيعولها، مش الدفتر اللي في البوست هو اللي بيعولها. فوق كل عقل وفوق كل منطق في ناس كده، وفي ناس بتتخانق على الفلوس ويبقى عندهم، بس كل واحد عاوز يطلع التاني اللي في الأول. مش عارف ايه اللي حصل لنا. يبقى الدرس الأول اللي خدناه من الست العذراء، قامت وذهبت بإيه؟ بسرعة. الدرس الثاني هنطلعه من خلال الرحلة إلى مصر. فاكرين رب المجد لما قال إن للثعالب أوجرة وللطيور، أما ابن الإنسان فليس له أين. تتصوروا أهو الست العذراء مريم طبقت مع رب المجد يسوع نفس القصة في الرحلة لمصر. الرحلة دي كانت رحلة شاقة
جدا جدا جدا. اقول لحضراتكم ان في تطور طبعا، يعني احنا لما كنا بنروح دير الانبا بولا والانبا انطونيوس زمان كنا نسترخص الاتوبيس عشان نحط فيه اكتر ولاد من مدارس الاحد، فعادة كنا نجيب اتوبيس فيه شراعة مكسورة، التكييف ده رفاهية، ما كانش بنجيب المكيف ده خالص يعني. وكان هناك فيه الرملة بيضة وناعمة، كنا قبل ما نوصل الدير تلاقي كلك تراب، ولازم اول ما توصل ما تعملش حاجة عشان تلحق تطلع الجبل عشان تشوف مغارة الانبا انطونيوس قبل ما الشمس تشد. فكنا نطلع طول الليل ونتعفر ونطلع على الجبل ونرجع، يا نلاقي ميه نغسل بيها وشنا يا ما نلاقيش نغسل بيها ميه وشنا. كل ما الانسان بيتطور الرفاهيه بتزيد في حياته، فما بيقبلش انه ينزل درجه واحده عن اللي كان فيه. يعني لو قلنا ان من 30 سنه ما كانش فيه انترنت، كنا عايشين ولا مش عايشين؟ ومن 55 سنه ولا 60 سنه في مصر ما كانش اساسا فيه تليفونات، ولو فيه تليفون ما فيهوش حراره، ولو انت عندك حراره اللي بتكلمه ما عندوش حراره. فكانت الدنيا يعني ايه، التليفون ده كان قطعه من الديكور في الستينات يعني، بس انتوا ما تفتكروش قوي، بس انا عشت الايام دي. فالتليفون ده كده تشيل عليه التراب، تهش التراب كل اسبوع، لكن هو ما منهوش فايده. شوفوا التطور. النهارده لو الانترنت قطع 48 ساعه حالكوا هيبقى شكله ايه؟ ساعه؟ لا انا هفترض انها يومين، يعني الدنيا هتبقى شكلها ايه؟ دي انا بس عاوز ارجع للست العذراء كانت ماشيه ازاي. الست العذراء ماشيه هي يعني والعائله المقدسه كلها في ارض مصر. اول حاجه ما كانوش موضع ترحاب، لأن النبوة بتقول هو ذا الرب يأتي على سحابة وترتجف كل أوثان مصر. فكان كل بلد بيخشوها كانت مملكة الشيطان تتهز والأوثان تقع، فيقولوا مين اللي جاي؟ مين اللسان الغريب العبراني دوت اللي في وسطينا؟ كانوا بيطردوا من بلد لبلد، بيطردوا من بلد لبلد. أنا هديكم مثل تفهموه. أنا هتخيل فيه جدة يعني حما جت من مصر وقعد شهرين في بيت ابنها او بيت مرات ابنها والى اخره، شهرين 2. تضحكوا ليه؟ اوكي ثواني بس. انا مش بتكلم عليكم انتوا امامه، انا بتكلم على الناس التانيين، مش الناس اللي في كندا التانية، مش كندا دي. اوكي خليكم بس معايا. وبعدين حست ان بعد 2 3 مرات ابنها مش مدياها ريق. مرات ابنها مش مدياها ريق. هتحس بايه؟ انا ما خلفتش، انا ما ربيتش، الزمن وتقوم في نفسها وتكتئب. تصوروا الست العذراء مريم كانت بتطرد من قرية لقرية طردا، وهي مين؟ والدة الإله. يعني كرامتها أعلى من كرامة أي حد فينا، واللي خدته محدش فينا خده. لكن قبلت إنها تطبق الآية اللي قالها المسيح عن نفسه لما قال ليس لابن الإنسان أين يسند رأسه. إحنا بنطالب بالكرامة، وهي أم كل كرامة وأم كل تمجيد. أهينت إهانات لا تتخيلوها. شقاء الرحلة، ده احنا بنبقى راكبين طيارة وننزل نقول الجيت لاج والظهر والكتف والراس والرقبة، ويعني محتاجين 3 أيام كده ايه يطبطبوا علينا ويعملوا لنا مساج وحاجات زي كده. دي كانت راكبة على حمار. حد فيكم جرب يركب على حمار؟ عارفين الحمار ده لما تركبوا في ريف عبارة عن ايه؟ خلاط متنقل. عارفين خلاط الخرسانة؟ اهو الحمار كده. اصلا ركبت حمير وانا صغير في بلد جد. يعني الحمار ده تنزل لا يعني تتجبس بعد ما تنزل، يعملوا لك مرمى يربطوا المفاصل في بعضها تاني. لكن هو فعلا لا صعب قوي. تصوروا الست العذراء قبلت كل هذا،
قبلت كل هذا وبرضا وبشكر. وعلشان كده عايز اقول ان الدرس الثاني من الدروس اللي هناخدها في الست العذراء مريم، الاولاني كان اسمه الشهامه، الثاني اسمه الصلابه. اسمه ايه؟ الصلابه. الصلابه يعني ايه؟ شده. الايه بتقول المتنعمه ماتت وهي حيه. احنا بقينا سبويلد، واولادنا بقوا اوفر سبويلد، والدنيا بقت عندها طلبات وجنريشنز للموبايل. امتى هنعمل ابجريد؟ ده كل ده اللي شاغل الناس. نسينا الست العذراء كان شكلها ايه. الغريبه ان ما كانش عندها تذمر، كان عندها شكر وعندها تسبيح وعندها حمد في ظروف اي حد فينا ما يقدرش يحتملها. علشان كده لازم نعلم ولادنا ان الحياه مش على منوال واحد. ولادنا خدوا كل حاجه فور جرانتد، يعني بقى حقهم. لا، في ناس صعبه، في ناس تعبانه. اذكر موقف حصل في مدرسه من مدارس الراهبات في مصر. البنات اللي فيها زي ما بقول كده يعني اوفر سبويل، يعني هم متدلعين قوي 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 قوي. فالسير الكبيره قررت انها تعمل تجربه، وخلت 2 من الامهات الراهبات اللي في المدرسه دي ياخدوا البنات في رحله لقرى الصعيد المعدمه، اللي هي العيال ما بتلبسش حاجه في رجليها وماشيين في الطين، والوش يعني ما تقدرش تبص فيه، والشارع اللي انت بتمشي فيه هو نفس كل الدواب بتمشي فيه، والدواب طول ما هي ماشيه يعني بتفرغ بطنها، والدبان يعد بالملايين. مش بتكلم على الصعيد مركز ولا الصعيد على قريه نظيفه، لا، انا بقول اسوأ نجوع الصعيد. الولاد حصل لهم زي ما بيقولوا كده كالتشر شوك، يعني صدمه حضاريه. ما صدقوش ان في بني ادمين، والعيال فرحانه بتلعب بالطين، بتجمع كور طين وتحدف زي ما انتوا عندكم كده في سنو. هم عندهم بالطين، يعني ما فرقتش كتير، ده بني والتاني ابيض، لكن هي ما فرقتش، هي لعبه واحده يعني. وهناك ما فيش، مش باكين على حاجه لان مش لابسين حاجه، يعني او اللي لابسينه مش فارق لونه عن اي حاجه. المهم ان البنات دول بعد ما كانوا ترابل ميكرز، عارفين ايه ترابل ميكرز؟ يعني بيعملوا مشاكل في المدرسه ويتنمروا بالبنات، رجعوا من الرحله دي حاجه تانية خالص. ليه؟ طلعوا بره حياتهم لواقع. الواقع ده فرق. اوقات كتيره قوي احنا لما بنعيش على اللي اتعودنا ان نعيش عليه لا نقبل اي شيء. في مصر من شهر وشهرين كده كانت الكهرباء بتقطع ما بين ساعه وساعتين. الناس الحقيقه كانت في قمه التذمر. بصراحه انا عمري ما تذمرت وما اتضايقتش. عارفين ليه؟ لان انا مش ناسي طفولتي. في بيت ابويا احنا كنا شقه شرقي قبلي، وكانت الحراره، افتكر الناس بتقول لك اصل الجو اتغير. كان ابويا الله يرحمه كان يخش يقول للام كده النهارده الحراره 45 في الظل، يعني كان يعني. وفاكر ان احنا كنا فعلا بنبقى حرانين قوي لان الشقه بتاعتنا مش بحر، بس كنا بنعمل حاجه. عارفين الكرتونه بتاعت الكشكول؟ على السرير. هو كان عندنا مروحه واحده في البيت، مروحه واحده، فالمروحه دي يعني سواء ادبا او غصبا دايما هتكون في اوضه بابا مش في اوضتنا، يعني مش ممكن هتكون في اوضتنا، او على الاقل كانوا بيخافوا علينا من البرد او نتهوى بالليل، يعني مش عارف ايه وجهه نظرهم، بس المروحه كانت هناك. طب ايه اللي اتبقى لنا احنا بقى؟ كرتونه، او كانوا البنات يجيبوا ورقه كده يعملوها بليسيه، بيسموها بيسميه حاجه كده، في حاجه اسمها بليسيه. ايه بليسيه، اللي هو يكشكشوه كده. فاخواتي البنات بدول، وانا طبعا مش همسك حاجه مكشكشه، انا راجل،
فامسك الكرتون ونفضل نهون هون 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 لغايه لما يحصل لنا حاجه اسمها غيبوبه النوم. ما احنا قلقانين من الحر، بس الجسم بيجي عليه وقت غصب عنه هينام، وكنا متكيفين. فالحقيقه كل ما الناس مش عارفين ننام اضحك ليه؟ انا كنت ليه؟ بجيب كرتونه وهوي. ايه اللي هيحصل يعني لو التكييف فصل؟ المفروض الانسان ما يخليش اي حاجه تستعبده. ربنا ادانا خير نقبله، لكن لو ربنا مش سامح بالخير ده نقبل ونشكر. عشان كده الست العذراء مريم عوملت معامله سيئه جدا جدا جدا، وكانت بتطرد من قريه لقريه وما اتضايقتش. اصلك تبص على حاجه تانية خالص. احنا بقينا باصين هنا فبقينا نتعب كتير. انا مش عايز اطول عليك، احنا قلنا كام نقطه لغايه دلوقتي من الست العذراء مريم. الاولانيه الشهامه، والثانيه ايه؟ الصلاه. الموقف الثالث هو ذا ابوك وانا نطلبك. فاكرين الفكره دي لما هم كانوا راجعين وبعدين دوروا على يسوع؟ كان عنده حوالي 11-12 سنه، وهو سابهم وكان بيوعظ في المجامع. فهم وراجعين بقى فين الولد فين الولد فين الولد؟ ما لقوش الولد، فرجعوا دوروا عليه. وبعدين هي بتقول له انت كنت فين؟ هو ذا ابوك وانا نطلبك. خدتوا بالكم؟ قالت هو ذا مين؟ طب ما انت عارفه ان ده مش ابوه اساسا يعني. وبعدين عاده الشعور يقول ايه؟ انت فين يا ابني؟ ده انت قلقت عليك، بدور عليك. بس الحاجه العجيبه وعجبتني قوي في الحته دي انها حطت يوسف قبليها وحطت اليصابات قبليها، وهي دايما نمره 2 تخفي نفسها. النموذج الجميل ده هو ذا ابوك وانا نطلبك. كانت ممكن تقول انا وابوك بنطلبك، مش غلط الحقيقه يعني انك تقدمت، ده حتى عاطفه الام اكتر من عاطفه الرجل او الاب يعني. لكن قالت ابوك وانا نطلبك. تعالوا بقى نطلع ايه بالدرس الثالث، وهو الاتضاع. الزوجه المتضعه دايما ترفع شأن جوزها، دايما دايما. وده مش ضعف ولا يقل منها، ده هي لما ترفع سمعة جوزها وشأن جوزها وتتكلم عنه كلام طيب قدام الناس، هي بترفع من شأنها والناس تقول عليها أصيلة. الدنيا اتغيرت. الستات لما بيقعدوا مع بعض دلوقتي بيتريقوا على أزواجهم، صدقوني بيتريقوا على أزواجهم. تقول انت جوزك ايه؟ تقول لا حصل له لي اوف. يعني ايه لي اوف بقى؟ ما انت اصلا انا جوزي قليل الحيله. قليل الحيله؟ طب ليه تقوليها؟ ليه بتنقصي منه؟ عشان الناس تقول انت اللي شايله؟ طب ما ربنا شايف حتى لو انت اللي شايله. في حاجه كده بقت مش لطيفه، حاجه مش زي ايام زمان. هو ذا ابوك وانا نطلبك. الست العذراء مريم بتقدم يوسف عليه. علشان ما اطولش عليكم انا هحكي لكم حكايه، فاكر حكيتها لكم من 4 سنين هنا، حكيتها لكم من 4 سنين. بتتكلم يعني ايه اتضاع الزوجه الجميل اللي ما بقى يعني بقى قليل دلوقتي قوي، قليل قوي 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 قوي. بقينا نتعامل بنديه، راسي من راسك. وبقيت اشوف حاجات عجيبه قوي. الست اول ما تقبض دخل اكتر من الراجل تفتري. انا ما اقصدش حاجه، مش انتوا، انا بتكلم عن الناس برضو زي ما اتفقنا بره، في كندا التانية وفي مصر التانية، مش في مصر انا راجعها يعني ناس تاني في كوكب تاني. ما علينا. ارجع بس الموضوع. عايز احكي لكم حكايه واقعيه حصلت. الحكايه دي ان في زوج وزوجه ربنا ما ادهمش نسل، بس الزوج ربنا اداله خير كتير 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 كتير. الزوج اساسا المشكله جت منين؟ ان اخوات الزوج عارفين ان معاه فلوس كتير قوي. طيب لو هو مات وطبقا للشريعه اللي بتطبق في مصر
احنا هنطلع ولا حاجة. طب ما انت لازم حاجة. وبعدين يعني مراتك محتاجة ايه؟ ما تسيب لها اللي يكفيها، واحنا واولادنا احوج بالفلوس دي. نظرة ما يعني، بصرف النظر انا مش هقيم النظرة دي اذا كانت طمع ولا معهم حق، انا ماليش دعوة بالقضية، انا لا احكم على احد، بس فهموا القصة اللي انا عايز اوصل لها. فالزوج راح عمل ايه؟ قال انتوا مالكمش اي حق، وحصلت خناقة. القصة دي قصة قديمة قوي، حصلت من اكتر من 25 سنة، بس بصورة او باخرى يعني جات لي او كنت طرفي. فالزوج قابلني بيقول لي انا عايز اقول لك حاجة، انا عاوز احكي لك مين مراتي دي. انا كتبت كل حاجة باسمها، كتبت كل حاجة باسمها علشان محدش يتعبها بعد كده، عشان هم عندهم نظرة، هو من وجهة نظر وشايف انها نظرة طمع، يعني انا ماليش دعوة برضه. بيقول لي انا عاوز احكي لك على مراتي. احنا الاتنين اتعرفنا على بعض في الكنيسة من الخدمة. هي كليتها من كليات القمة، يعني في مصر في تعبير كده يقول لك كليات القمة على كليتين ثلاثة يعني، وانا كلية عادة من 4 سنين. وانا كنت متردد جدا ان انا اتقدم لها، لان خايف هي مش هتقبلني، علشان في فرق كده في ايه اجتماعي يعني هي معاها بكالوريوس حاجه وانا معايا بكالوريوس حاجه تاني. اجتماعيا هم تقريبا زينا بس اعلى درجه، ماديا تقريبا زينا بس اعلى درجه، فهي اعلى درجه ماديا، اعلى درجه شهاده، ماديا اجتماعيا دراسيا هي اعلى مني. بس الحقيقة هي قالت لي كالآتي، قالت لي اسمع بقى، ما دام انت ابن ربنا وانا شايفاك انك انسان اصيل وراجل ائتمنك على حياتي، احنا هنبتدي من اي حاجة وفي اي مستوى، ولن ارهقك باي شيء، حتى لو جبتليش شبكة دلوقتي هتجيبها لي في يوم من الايام لما ربنا يديلك. قال ووقفت في ظهري. هو بقى كان خريج حاجة 4 سنين بس اشتغل في المقاولات، وابتدى يبقى مصدر ثقة، والمقاولات تكسب 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 تكسب. لما ابتدى يكسب كتير ابتدوا اخواته يدوروا عليه. المهم، فهو بيحكي لي على ناس بنت الاصول ان هم متضايقين انه كتب كل حاجة باسمها، وقرروا ان هم يقطعوه. بقول له انا عايز اقول لك حاجة، في يوم من الايام كانت عندنا صبة خرسانة قعدت فيها من 4 الصبح او من 5 الصبح لغاية 8 بالليل، من اول شعاع في الصيف وفي عز الحرارة لغاية اخر شعاع شمس عشان نلحق نخلص اكبر، نرمي سقف ونرمي مش عارف ايه ونرمي ايه. قلت له بعدين، فقال لي انا هقول لك حاجة بقى، شوف مراتي دي شكلها ايه، اللي هي ارقى مني اجتماعيا وارقى مني دراسيا وارقى مني ماديا. انا روحت بقول لها، كنا متجوزين بقالنا 7-8 سنين، بقول لها انا حاسس ان في سكاكين بتقطع في رجليا من كتر الوقفه طول النهار. انا يا دوبك قلعت الجزمه وقاعد حطيت على الكنبه، عاوز استحمى واخد دش ومش قادر اقوم من كتر ما انا تعبان. فقت بيها جايبه ميه فيها نقطتين زيت وشويه ملح، ميه دافيه، وبتحط رجليا وبتوطي تربع بتغسل رجليا بايديها. انا اتضايقت وما حبيتش ان هي تكمل، فانا عفويا سحبت رجلي وقلت لها ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ كانت كتر خيرك ان جبت الميه لغايه هنا، عاوزه كمان تغسلي رجليا؟ فقالت له انت في حاجه ناسيها. قال لها ناسي ايه؟ قالت له انت ناسي ان انا لما وانت اتجوزنا بقينا جسد واحد؟ قال لها عايزه تقول ايه؟ قالت له مش مراتك اللي بتغسل لك رجليك، ايديك اللي بتغسل لك رجليك. يعني انا ايديك اللي بتغسل رجليك. قال لي شوف لما هي تعمل كده تبقى عندي انا قيمتها ايه. فالست لما بتتضع وتكبر جوزها، زي ما بيقول سفر الامثال،
يمدح المرأة على حكمتها فيقول كده: زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض. هو بيمدح في الست، بس بيقول الست لما تكون أصيلة من كتر ما ترفع سمعة جوزها وتتكلم عنه بالخير يبقى له مكانة في وسط مشايخ الأرض. وفي ستات بتتريق على أجوازها على فكرة. ما هو برضو في رجالة متعبة عشان أكون حقاني، بس أنا بتكلم على الفكرة نفسها. الست العذراء مريم قالت: هو ذا أبوك وأنا نطلبك. حطت يوسف فوقيها هي. فكرة للتأمل والمراجعة. علشان وقتنا أختم بآخر نقطة. آخر نقطة نتعلمها من الست العذراء مريم النهاردة اسمها: ليس لهم خمر. ليس لهم خمر. يعني إيه ليس لهم خمر؟ نطلع منها درس الرابع والأخير اسمه الإحساس بالآخر. على فكرة أهل الفرح ما طلبوش منها إنها تتشفع. أهل الفرح لسه مش عارفين مين هو يسوع وإيه قدراته. هي اللي محتفظة بالسر، محدش قال لها حاجة. هي حست بربكة إن واجب الضيافة بيتهز لأن الناس مش قادرة تقدم، فمش عارفة تعمل إيه، فراحت وقالت ليسوع ابنها: ليس لهم خمر. وبعد الحوار رب المجد استجاب لشفاعتها وحول المية زي ما انتم عارفين لخمر. بس أنا بتكلم على نقطة: الإحساس بالآخر. يبقى هي لحظة من غير ما حد يقول لها. ده أنا أوقات بيتقال لي وأعمل نفسي مش سامع. بس الست العذراء لحظة من غير ما إيه. أوقات كده إيه، أوقات كده في حاجات بعد عنكم يعني. ألاقي أبونا إيه بيكح وعينيه احمرت ووشه احمر وبعدين وشه دخل على زرقان. يعني خلاص الراجل مش عارف يتنفس ووشه زرق. وانا جنبه بقول: سلامتك يا ابونا، اجيب لك ميه؟ نعم. يقول له: سلامتك، اجيب لك ميه؟ قدسك شرقان. ده الراجل بيفرفر وانا بقول له اجيب لك ميه. ففي ناس عندها احساس بالناس اللي حواليها، وفي ناس ما عندهاش احساس بالناس اللي حواليها. الست العذراء مريم كانت من النوع ده. ليس لهم خمر. حكاية حصلت مع المتنيح أبونا ميخائيل إبراهيم، كلكم عارفينها. لما كان في كفر عبده وكان هو أمين الكنيسة، وبعدين واحد جه خبط عليه عابر سبيل، قال له: أنا ماليش مكان أبات فيه. فقال له: اتفضل بات في البيت. مين ما عجبوش الكلام؟ مراته. قالت له: هتجيبه وتبات في البيت؟ ده لو شايل سكينة دي من ايه؟ قال لها: خلاص ما دام انت مش موافقة أنا مش هبيته في البيت. بس كان عالم مفتاح الايه؟ الكنيسة. فراح عمل ايه؟ أخذ الراجل للكنيسة وخد له خدادية صغيرة ونيمه في الكنيسة على الأرض على سجادة وجاب له غط. بعدها ب10 دقايق خبط على الباب أو فتح الباب بالمفتاح، فمراته في أوضة النوم مستنياه. كان هو لسه ما بقاش كاهن، كان لسه اسمه ميخائيل أفندي إبراهيم، بس هو كان أمين الكنيسة. فقالت له: ميخائيل مش جاي تنام؟ قال لها: ما أنا نمت خلاص. قالت له: نمت خلاص؟ ما السرير فاضي اهو جنبي. قال لها: لا أنا نمت خلاص. قامت لقيته نايم على الأرض على السجادة وحاطط خدادية. قالت له: أنت بتعمل إيه؟ قال لها: أصل أنا سبت المسيح نايم على الأرض في الكنيسة، ما أقدرش أنا أنام على سرير. إيه الحس الراقي ده يا ست يا عذراء؟ من غير ما حد يطلب منها راحت بتقول: ليس لهم خمر. الحقهم يا ابني، الحقهم، دول في ربكة، الحقهم. دي تأيد النقطة الأولانية بتاعت الشهامة. بس أنا هنا بتكلم على نقطة حلوة قوي اسمها الإحساس بالآخر. فالست العذراء مريم كانت حاسة قوي باللي بيحصل. أبونا بيقول باسيلي الله ينح نفسه كان بيخدم في ألمانيا. مفيش حد قابلته من الشباب في ألمانيا
قال لما كان بيقول لي ان اول ما جيت المانيا كان ابونا عنده بيت لازق في الكنيسه، يعني البيت والكنيسه زي باكج واحد، وعنده جراج. الجراج ده كان هو بيحط عربياته بره وحاطط دفايات جوه الجراج. اي حد يجي من مصر، اي حد يجي من مصر ومش لاقي مكان يبات يقول لك هنبات في بيت ابونا النهارده. وممكن يجي عليه ايام يبقى اللي جوه في البيت ايه بالعشره. احساسه ان لو كان هو غريب كان هيبقى محتاج حد يفتح له بيته، فعمل كده. وكان يقوم يعمل لهم الاكل بنفسه، وخد بركه الخدمه دي هو بزوجته واولاده كمان على ما اتذكر. بيقول ابونا اللي هو المهم اسمه ابونا بيقول باسيلي، اخو تصيني انجيل واخو الانبا ديمتريوس في ملوي، يعني العيله دي. المهم اللي انا عايز اقوله ايه، ان الاحساس بالاخر ده مهم قوي. حاجه شفتها بعينيا، اب راهب في دير الانبا بشوي لقى ولد عنده 4 سنين، اخواته اللي اكبر منه وابوه وامه واقفين، والولد مزوق حته زنقه بيعافر يربط رباط الجزمه ومش عارف، وبيبص بعينيه كده لا ابوه مهتم ولا امه مهتم. مين اللي ويدل واقف بيتفرج؟ ابونا الراهب ده. راح ابونا الراهب راح قعد على الارض، ما كانوش لسه بلطوا الحته دي في دير الانبا بشوي، فكانت اللي هي الترابه الصخريه دي. قعد على الارض وقعد الولد قدامه، وخلى الولد يمد رجله ويحط رجله في الجلابيه بتاعته. طبعا مش عايز اقول لكم الجزمه والترابه الصفرة شكلها ايه. وابتدى يقول له انت اسمك ايه يا حبيبي؟ انت عارف بنربطها ازاي؟ كذا كذا كذا. راح عمل له عقده وبعدين راح فكها له، بيلعب معاه يعني. قال له هنربطها تاني، هتعرف ولا مش هتعرف؟ فالولد لقى نفسه مش هيعرف. قال له مش عارف يا ابونا. قال له خلاص هربط لك الرجل التانية، وحط الرجل التانية في حجره. انا واقف بتفرج، صدقوني انا كنت خارج من الكنيسه بلبس الحذاء اللي في رجلي، وفوجئت ان ابونا قام من اول هنا لغايه هنا اهو ترابه بيضه، وابتدى ينفض في نفسه على قلبه زي الشهد، حاسس بمشكله ولد مش عارف يربط رباط جزمه، وطى عشان يربط رباط الجزمه، بالرغم ان في ناس حواليه كتير قوي شافوا المنظر ده ومحدش اتاثر. ده الفرق، ان الست العذراء مريم حست بمشكلته وقالت لهم ليس لهم خمر. انا مش هطول اكتر من كده، انا هراجع ال4 نقط اللي احنا خدناها النهارده. اول درس اتعلموا لنا الست العذراء كان اسمه ايه؟ الشهامه. اسمه ايه؟ الشهامه. والدرس الثاني كان اسمه ايه؟ الصلابه. والدرس الثالث هو اتضاع وتقديم يوسف عليها. والدرس الاخير اسمه الاحساس بالاخر. يا ريت نحس بالاخر. ممكن اقول حكايه صغيره اختم بيها. مره نزلنا خدمه في السودان، في عشوائيات السودان دي، يعني مهما قلنا عشوائيات مصر شكلها ايه، لا عشوائيات السودان اسوأ بكتير. فواحنا في السودان لقيت حاجه عجيبه قوي. احنا كنا بنعمل لهم ايه؟ كنا بنجيب من مصر نشحن صفايح مربى. هي ما بتبقاش مربى، هي بتبقى جيلاتين المربى. يعني المربى دي انواع. اسوأ نوع الجيلاتين اللي هو ايه؟ الميه بتاعت الفروتس. يعني هو تحس ان ده جيلاتين الفراوله لكن ما فيهوش فراوله. فاهمين الفكره؟ ده جيلاتين التين بس ما فيهوش تين، ما فيهوش الثمره خالص في المربى. فكان الولاد يعملوا ايه يعني من كتر التعب هناك، ومن كتر اللي جايين بقى من الحرب واللي جايين من جبال النوبه، كانوا غلابه قوي 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 حبايبي قوي قوي. فكنا نعمل لهم سندوتشات. صدقوني السندوتش اللي هو سندوتش الفول اللي ابو 3 تعريف العزيمه بتاع مصر بتاع الفول ده الشامي، كنا نفتحه ونحط فيه معلقه مربى صغيره كده قد معلقه الشاي عشان الكميات تكفي، ونعمل سندوتش كده عشان نوزع المربى نلحسه يعني، ونوزع العيال هناك في حرمان مدقع. ما شفتش حرمان بالشكل ده. فبصيت لقيت ان الولاد بنوزع عليهم سندوتشات ما حدش بياكل.
ده احنا عندنا في مصر يتلف وانت بتديله في ايده يكون خده على بقه. فانا استغربت العيال دي محدش فيهم بيمد ايده على السندوتشات. فانا بسالهم، جبت الكبير اللي فيهم كده عنده 13 سنه، بقول له هو ليه لما بنوزع السندوتشات العيال ما بتاكلش؟ انتوا مستنيين الابانا الذي؟ قال لا احنا قلنا ابانا الذي في الاول. قلت له امال ليه العيال ما بتاكلش؟ قال لحسن واحد يكون ما وصلوش سندوتش، ما نقدرش ناكل قبل ما نطمن ان اخر واحد وصل له سندوتش. قلت له طيب لو السندوتشات ما كفتش نعمل ايه؟ من غير ما حد يقول لهم كل واحد يقطع سندوتشه 2 ويجيبوا طبق يحطوا فيه الانصاص الفاضيه ونشوف. يعني ممكن يكون فيه من الناس من الناس اللي متوزعش عليها في الاول تاخد اكتر، لكن هم لا يمكن ياكلوا وفي واحد ما خدش. بيبيعوا عندهم حاجه اسمها نبق على باب المدارس، الخمسه ب5 قروش سوداني، يعني الواحده بقرش. لو هو معاه 5 مش يخبيهم عشان ما حدش ياخد منه، يشوف مين معهوش فلوس يجيب نبق ويقسم النبق معاه. فطرة، مسيحيين بالفطرة. هو ده مبدأ الإحساس بالآخر، ده اللي قاله ربنا. إزاي أنت تاكل رغيف بحاله وأنت ليك أخ بره مش لاقي الرغيف؟ لو أنت عندك رغيف اقسمه مع أخوك. هي دي الوصية وهي دي المسيحية. يا ترى احنا فين بقى من الشهامة؟ ويا ترى احنا فين من الصلابة؟ ويا ترى احنا فين من الإحساس بالآخر؟ ويا ترى احنا فين من الاتضاع وتقديم الآخر؟ شوية دروس كده ناخدها من الست العذراء، وإن شاء الله نبتدي السلسلة بتاعتنا من بكرة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.